في ايه يا جماعه؟ انتوا بتهزروا ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ هو انتوا وصلتوا بالفشل للدرجه دي؟ كابتن احمد حسام ميدو يطلع يقول لك هنفضل بعبع بعبع. ايه يا كابتن ميدو؟ النادي بيغرق. بعبع ايه؟ انتوا بتغرقوا يا كابتن ميدو. انتوا بتلصموا بيراميدز لحد ما بيراميدز ما ياخد دوري. دي مصيبه. انتوا بتقولوا على نفسكم ان انتوا منافس وما ينفعش ان بيراميدز وما ينفعش ان الاهلي، وفي الاخر انت عايز تلصم كل حاجه عشان بيراميدز يرفع لقب الدوري في الاخر. والله عيب اللي انتوا بتعملوه ده. وقصه زيزو اعتقد ان هي نهت الفيلم الحمضان بتاع قصه اصل اللاعب بيحب النادي والكلام ده. زيزو لو موجود في الاهلي هو مكسب، مش موجود في الاهلي عادي. وبالمناسبه يكون مكسب جماهيري بشكل كبير جدا ومكسب فني. ولكن لو مش موجود في الاهلي عادي، مفيهاش مشكله. الزمالك قدر ان هو ينجح في الجلسه الاخيره في التجديد للاعب، ممكن ده لو اللاعب هيعمل جلسه اخيره، لان زيزو ممكن ما يعملش جلسه اخيره مع الزمالك. يعني زيزو ممكن في الاخر يقول لك ان انا مش هعمل جلسه اخيره مع الزمالك وخلاص كل واحد يتحمل بقى. بس اعتقد ان زيزو بالمنطق بتاعه ده هيشوف الكلام على ايه ويشوف الدنيا فيها ايه. لو في مكتسبات اكتر في عقده مع الزمالك اعتقد ان زيزو هيجدد للزمالك، لان زيزو واضح الجنيه غلب الكارنيه. انا عايز اخد فلوس، الفلوس دي جايه لي من الاهلي جايه لي من الزمالك مش مهم. هتقول لي بس الجماهيريه والشعبيه وحب اللاعب وكلام عمرو اديب عن انت تبقى في الزمالك سيد الناس وتروح الاهلي تبقى واحد من الناس. مفيش الكلام ده. اللعيبه في عالم كره القدم المصريه حاليا بيفكروا في حسابهم البنكي. في لعيبه كتير بتروح بيراميدز وهي عارفه ان هي تقعد دكه، بس عارفه كويس ان هي مش تاخد فلوس بره بيراميدز زي ما بياخدوا بيراميدز. فالكره في مصر بقت فلوس، فاعترفوا للجمهور وقولوا له ان الكره فلوس. واتمنى ان الزمالك والاهلي والانديه في مصر لما يشوفوا ان في لاعب